قوية من أحمد علاء، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. ونجح مع أولمبياكوس بشكل كبير جدا. كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة اللقطة الماضية، لكن يوسف حسن في التوقيت المناسب يتدخل بشكل مميز جدا. تعود المحاولة بعد ذلك تصل إلى حامد إسماعيل. حامد الآن عرضية خطيرة جدا من حامد، لا زالت مستمرة وقائمة الكرة، بعد ذلك فيها تغطية دفاعية وإبعاد. تقنية الفيديو في مسألة لمسة اليد أو أحمد الجانحي. هذه اللقطة، هذه المحاولة هنا قد يحصل العربي على ركلة جزاء. يلعب الكرة العرضية وبعد ذلك الالتحام والراسية ما بين أو راسية أحمد فتحي. خلاص اتخذ القرار، وأعتقد لا ركلة جزاء، لا ركلة جزاء للنادي العربي. وبالعودة إلى تقنية الفيديو لا وجود لركلة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة. عرباوية، عرضية يمين، عرضية يمين، عرضية يمين، خطيرة 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 خطيرة. مطالبة أخرى بركلة جزاء، مطالبة أخرى بركلة جزاء، ومحاولة الآن للنادي العربي. كرة تصل عن طريق ياسين إبراهيمي، استلام من ياسين يبحث عن التقدم. يوسف مفتاح في التوقيت المناسب يتدخل، يعيد الكرة، تصل إلى أحمد فتحي. احتجاج لاعبين النادي العربي فيه دلالة على أن الكرة فيها لمسة يد بالنسبة للنادي العربي. تعود المحاولة في الجهة اليسرى الآن، مرور بشكل مثالي جدا وتسديدة بعد ذلك، وكرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان ووصلت إلى ركلة. وهنا لمسة يد أخرى. طبيعي لو هم لا يرون فيها ركلة جزاء لما استدعوا الحكم. نعم يحتسب ركلة الجزاء ب11 هدف. يوسف المساكني الآن، يوسف المساكني يسجل ويتقدم لمصلحة العربي من علامة الجزاء، ويضع العرباوية من جديد في صراع لقب هذا الموسم. يعملون بشكل كبير من أجل المنافسة على اللقب. علوا عسى هنا يوسف المساكني من علامة الجزاء يسجل هدف التقدم لمصلحة النادي العربي. تقدم مستحق قياسا على أداء الفريقين. كرة إلى محاولة لمصلحة النادي العربي، ملعوبة في الجهة اليسرى، عرضية بتسديدة حلوة الكرة، والمحاولة من هلال محمد يبدو بالقدم اليسرى. نعم هلال. معها تنتهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم العربي بهدف مقابل لا شيء من علامة الجزاء عن طريق يوسف. ندخل شوط المباراة الثاني أمام الكثير من الاحتمالات. هنا في هذه المواجهة العربي في رحلة البحث بكل تأكيد عن النقاط الثلاث من أجل مواصلة ومطاردة الحلم بتحقيق لقب بطولة الدوري، بحكم أن الانتصار يعني تقليص الفارق إلى نقطتين في شوط المباراة الثاني. هذا يونس علي موسمه الثاني على التوالي مع النادي العربي، رجل قدم أداء جيد في الموسم الماضي وأعاد العربي إلى نصف نهائي أو إلى المربع الذهبي بعد غياب استمر لأكثر من 10 سنوات. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية، داخل يوسف حسن، الثاني غريب تصرف رامي، أطول ممكن موجودين. كرة بالتالي راسية، لكن في الجانب المقابل عرباوية تعود. حلوة الكرة والمحاولة والتسديدة من أسلم تختار خوجايف لمصلحة نادي الغرافة عن طريق، يا سلام يا ياسين إبراهيمي، تمريرة في غاية الروعة مستمرة من أجل التعديل، ولكن جاسم الهيل في التوقيت المناسب. بينما في الجانب المقابل مع بداية الشوط الثاني أجرى مدرب الغرافة بيدرو مارتينيز تبديلين. سلامات التحام ما بين عبد الله معرفي وهمام الأمين، سقط على إثر همام في أرضية الميدان. شوف أنا قلت محظوظ، وبالتالي آخر لاعب طرد في لقاءات الفريقين كان جاسم جابر لاعب النادي العربي في مباراة انتهت لمصلحة العربي بهدفين، أو لمصلحة الغرافة بهدفين
مقابل هدف واحد. لم يتأخر عبد الرحمن الجاسم، اتخذ القرار وبالتالي سيلغي البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة. سيلغي البطاقة الصفراء اللي على عبد الله معرفي ويشهر البطاقة الحمراء، وبالتالي الطرد على عبد الله معرفي من خلال تدخله على همام الأمين. محاولة تبعد تعود لمصلحة النادي العربي الآن عن طريق إبراهيم كلا. إبراهيم يسدد بشكل مباشر، يا سلام، حلوة الكرة من إبراهيم، يلعبها في الجهة اليمنى، ينطلق إبراهيم كلا ورامي السهيل، إبراهيم ورامي ويوسف المساكني، رامي لان رامي لان رامي لان، كرة إلى ياسين إبراهيمي، دخول إلى داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة. دفاع شوي من لعيبة العربي يكلف الفريق حتى الآن، ممكن ركلة جزاء. ننتظر القرار، تسديدة من خارج منطقة الجزاء. هذه اللقطة هذه خارج منطقة الجزاء، هذه خارج منطقة الجزاء، لكن هذه الالتحام اللي ما بين بولاية وما بين أحمد فتحي تقريبا دقيقتين، فهل ستضاف الدقيقتان إلى الوقت بدل الضائع ويعتبر كل ما بعد هذه اللقطة ملغي لا وجود له من الأساس؟ اتخذ قراره، هذه رابع مرة يعود فيها حكم المباراة اليوم إلى تقنية الفيديو. عبد الرحمن الجاسم المونديالي المفروض بأن لا أعتقد بأنه يصل إلى الدقائق العشر، لا أعتقد. كرة عموما بمحاولة الآن، فرصة وصلت إلى المريسي يسدد بالقدم اليسرى لكن إلى خارج أرضية الملعب، وفي أكثر من محاولة. كرة أمامية ملعوبة الآن لمصلحة نادي الغرافة من الجهة اليمنى، عمرو سراج أو هذا مؤيد حسن، دخول إلى منطقة الجزاء، خطيرة جدا، لكن جاسم الهيل يتصدى لمصلحة النادي العربي، زالت مستمرة وقائمة، لكن بعد ذلك الالتحام والصافرة والخطأ وصافرة نهاية أحداث اللقاء، وانتصار يأتي للنادي العربي ليرتفع الرصيد إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة لنادي الدحيل.